ليه تشتريه من بره لما ممكن تعمليه في البيت؟ هنجيب كيس دقيق واحد وهنعمل كمية كبيرة. هنجيب اول حاجة كوباية من السكر وكوباية من الزيت وكيس من لبن بخير، والكيس اللي انت شايفاه قدامك ده هنضربهم مع بعض في الخلاط، وبعد كده هنحطهم في بولة العجانة او في اي بولة انت هتعجني فيها. حطيت كيلو دقيق، عليه رشة ملح، عليه باكت من الخميرة، وبدأت ان انا اعجن. عجنتهم كده مع بعض كويس، واول ما لمت الخميرة حطيت باكت البيكنج باودر، وبدأت ان انا اعجن كده كويس. بعد ما خلاص عجنت حوالي 10 دقايق، رحت سبته يتخمر. ادي كده هنا كانت عدت 10 دقايق، وعلى طول كده بدأت ان انا هبدأ ان انا اشكل في العجينة. عايزة تقطعيها كده قطع دواير العجينة عشان تبقى سهلة معاكي، عايزة تتلافي حتة حتة مثلا كورة كورة وتحطيها تمام. انا بخلي العجينة كده كاملة، وببدأ ان انا اخد حتة حتة اشكلها. ببدأ اشكل الاول شكل الوردة اللي انتوا شايفينه، بفردها وبعدين بعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي جبت معايا واحدة تاني، عجينة تاني، ببدأ ان انا افردها من النص لبره، من النص لبره، مش بره للنص، من النص لبره، عشان تتفرد معايا مرة واحدة، وبشكلها بالتشكيل اللي انت عايزاه. انا شكلت الوردة، وكمان عملت اللي هي الضفيرة، احنا بنسميها عندنا ضفيرة. بفرد كده 3 كور، بفردهم، وببدأ ان انا احط من فوق، بلزجهم في بعض، وببدأ ان انا اعمل زي الضفيرة بالظبط، زي ضفيرة الشعر. طبعا احنا الكيلو وصل عندنا احنا في بلدنا وصل ل150 و200 جنيه كمان. فبصراحة حرام ليه اشتريه ب150 و200 جنيه لما كيلو دقيق واحد بس هقدر اعمل منه كمية. فاعمليه في البيت، حاجة نظيفة، انتي ضمناها وعارفة انتي عاملاها ازاي، وفي نفس الوقت اقل من السعر بتاع بره بكتير، يعني مفيش مقارنة. ادي حطيت هنا، عملت الضفيرة، وبعد كده بسيبهم يتخمر، وبحطهم في الصينية. بشكل بعد التشكيل بسيبه يتخمر حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع، على حسب المدة بتاعة التخمير، او لو كانت في الصيف او كانت في الشتاء. وبعد كده بدهنها ببيضة، بجيبها بيضة كاملة او صفار بيضة، وابدأ ان انا احط من فوق. وبعد كده بحط بالسمسم، عايزة ترشي من فوق سكر. انا عملت الاتنين، شوية عملتهم بالسمسم وشوية هعملهم بالسكر. بكون الفرن مسخناها جدا على 180، وبعد كده بدخلها الفرن وادي اطلعها. اللهم بارك، حاجة كده عاملة زي الملبن. الفريسكا، اسمها فريسكا، واحنا فريسكا او احنا بنسميها عيش بسكر، حاجة كده اللهم بارك خطيرة. شايفين ادي اللي بالسمسم، ووريتكم كمان اللي بالسكر، من فوقيها هتلاقيها ابيض وفيها السكر. خطيرة يا بنات والله. شايفين ازاي الملمس بتاعها حلو، هشة كده وطرية وخطيرة. انصحكم تعملوها، ولو انت ما عملتيش لايك ياريت تعملي لايك وكومنت وتشتركي في القناة، ودعوة حلوة كده زي طيبة قلبكم.